انهيار العملة العراقية أو انهيار الدينار العراقي. قريبا جدا ما راح تشوفون موجود دولار أمريكي بكل السوق العراقي، ولا راح تشوفون ورقة $100. حسب معلومات مؤكدة مؤخرا ان البنك الفيدرالي فرض عقوبات جديدة على العراق بعدم استخدام الدولار داخل العراق نقديا، وذلك بعد منتصف شهر الثاني المقبل. سوف يصبح استخدام الدولار داخل العراق عن طريق المنصات الإلكترونية، أي يعني إلكترونيا فقط. ويقول الفيدرالي الأمريكي أن بهذه الخطوة فقط نستطيع السيطرة على الدولار وعدم تهريبه إلى خارج العراق. هذا يعني أنه قريبا لن تجدون ورقة $100 الأمريكية موجودة في جميع الأسواق العراقية. ممكن مدير البنك المركزي العراقي اليوم بعد الاجتماع طلع وقال قريبا سنسيطر على ارتفاع سعر صرف الدولار، وسعر صرف الدولار وصل إلى أكثر من 170,000 دينار عراقي. من يسيطر فقط هو الفيدرالي الأمريكي. ممكن شخص يتساءل ويقول لك ولماذا الفيدرالي الأمريكي هو فقط المسيطر؟ لأنه باختصار الدولة العراقية تعتمد على الاقتصاد الريعي، يعني احنا معتمدين كليا على النفط اللي نبيعه إلى الدول الغربية. بالمقابل الدول الغربية تسلم إلى الفيدرالي الأمريكي هذه الأموال وتجمع للعراق وترسل دولار أمريكي إلى الحكومة العراقية. فالفيدرالي الأمريكي حاليا يقول لك الدولار جاي يتهرب، فإحنا مضطرين أنه نرسل للحكومة العراقية دولار إلكتروني، يعني بعد ما راح